ضيعنا الربح في الشوط الاول، منعنا في الشوط الثاني. المنتخب التونسي لعب بأداء رجولي، احترم قميص واحترم تاريخه، احترم الحدث في بلد عربي مثل قطر، كاس العالم. مش كل مرة كاس العالم يكون في الأراضي العربية. اعطاوا حق الكرة، اعطاوا حق الجمهور، اعطاوا حق شعبهم، والكرة اعطتهم حق في عدم الهزيمة. كلهم كانوا ابطال المباراة. المان اوف ذا ماتش نتصور باش يكون تونسي ام في بي الماتش للمرة الرابعة فقط في تاريخ كاس العالم. لكن انا هشام سأنهي ملف الدنمارك بالإشادة بالأولاد باش نمشي في أفق مستقبلي تفاؤلي لمشاركة تونس هنا في قطر، بالتذكير على مباراة أستراليا. ما ربحنا شيء، ما ترشحناش، ما عملنا شيء. أستراليا قوية جدا وخطيرة جدا. أدعوكم للفرح الآن وأعطى حق المنتخب، ولكن محللي البين سبورتس ومحللي القنوات الوطنيه في تونس والشعب التونسي ما ندخلوش في اللوفوري وما ندخلوش وما نتخمروش. ماتش استراليا باش يكون صعيب، وذاك هو مفتاح الدور الثاني. انا عنونت اللقاء هذا هشام في القول المفتاح عند الدنمارك. اذا نحبوا نفكوه، اذا نحبوا نترشحوا يلزم نفكوه. انا نقول الان المفتاح نحيناه من يد الدنمارك، الان في يد استراليا. اذا نحبوا نحلوا الباب يلزم مره اخرى نفكوه.